ماذا لو فتحنا عينينا في أحد الأيام لقينا فيه كائنات فضائية وحضارة متقدمة كتير جدا عننا جم الكوكب بتاعنا، بس للأسف مفيش افنجرز ينقذونا، مفيش حد يلحقنا، مفيش حد خالص، احنا لوحدنا. دينيس فيلينوف لما يعمل فيلم عن الفضاء اعرف ان انت هتشوف تحفة فنية مش تنساها طول عمرك، وفي نفس الوقت هيحطنا قدام معضلة أخلاقية كبيرة محتاجين ان احنا نفكر فيها شوية. ففوق كده معايا وهات كوبايه الشاي الملكيه بتاعتك، علشان النهارده هنتكلم على واحد من اكتر الافلام اللي انا بحبها، وهو فيلم الرايفل. بس لحظه واحده، خليني كده قبل ما ابدا اسالك سؤال بسيط. هو الصراحه مش بسيط خالص. هل لو شفت حياتك من البدايه للنهايه وشفت ان اكبر لحظات سعادتك وفرحك في الحياه كلها هتتحول لسبب حزنك وتعاستك، هل هتغير اي حاجه وحشه ومؤلمه وتتجنبها من الاول خالص، ولا هتسيبها زي ما هي؟ وقبل ما تجاوبني ولا حاجة تعال نشوف الفيديو الأول. الفيلم بيبدأ مع دكتور لويز بانكس، بنشوفها في مشهد وهي ماسكة طفلتها الصغيرة اللي لسه ولدها في المستشفى. بعدها بنشوفها بتلعب مع بنتها في مشهد جميل جدا لطيف كده ودافي بعد ما البنت بتكبر كده شويه. ومن اللحظه دي بيبدا معانا الساوند تراك اسطوري، وهو ساوند تراك باي ذا نيتشر اوف ذا داي لايت، واللي لمعلوماتك هو اشتغل في فيلمين تانيين جامدين برضه زي شاتر ايلاند الغني عن التعريف، ومؤخرا فيلم هامنت برضه اللي لسه نزل من فتره قريبه. بص علشان نبقى متفقين انا وانت، انت مش محتاج تعمل لي فيلم مؤثر ولا اي حاجه خالص. انت لو جبت لي اكتر مشهد بيضحك في المجره والكون كله وحطيت لي عليه الساوند تراك دوت، انا قاعد لوحدي. لما بحثت علشان اعرف ايه هو اول فيلم او مسلسل اتعمل فيه، اكتشفت حاجه غريبه، ان هو ما كانش معمول لفيلم ولا حاجه، وان ماكس ريختر الملحن بتاعه وعمله كنوع من انواع الاحتجاج على غزو الجيش الامريكي للعراق. انا برضو زيك والله اتصدمت. ولما سالوا ماكس ريختر عن السبب قال لهم حبا في العراق. بنمر مع دكتور لويز على مراحل حياه بنتها اللي زيها زي اي بنت عادي خالص، لحد ما الام بتتصدم باصابه بنتها بمرض نادر وان ملهاش اي علاج خالص، والبنت فعلا بتموت. بعدها بنشوف الام ماشيه في المستشفى في ممر دائري، فخد كده بالك معاه من كل الكلوز اللي دينيس فيلينوف بيحطها لك هنا وهناك في الفيلم. بعدها بنشوف دكتور لويز وهي رايحه الجامعه تدي محاضره في اللغات وكده، وهي ماشيه بناخد بالنا من ان كل الطلاب متجمعين كده مع بعض بشكل غريب. وبنشوف لما نبص على لويز كده من النظره الاولى هتحس ان هي زعلانه او متضايقه. هتقول لي اكيد طبعا علشان بنتها لسه ميته يعني مش محتاجه ذكاء، ولكن لما بنوصل المحاضره بنشوف ان هي عادي خالص مبسوطه وبتهزر، لحد ما طالبه بتقول لها انها تفتح الاخبار وتشوف اللي بيحصل في العالم. واللي بنعرف ان من 40 دقيقه بالظبط نزل 12 مركبه فضائيه متوزعين على كوكب الارض، اهمهم امريكا، الصين، روسيا، فنزويلا، السودان. طبعا انت دلوقتي هتكون مصري اصيل وتسالني وتقول لي هي فين مصر يا ابني؟ علاقتنا بهم حلوه، ده هم اللي عاملين معانا الاهرامات. خلاص بهزر. الكائنات الفضائيه لحد دلوقتي ما بيعملوش اي حاجه، فالبشر هنا هيرجحوا ان هم هنا علشان يتواصلوا معانا تواصل سلمي، اللي هو بمعنى اصح جايين يتفسحوا. في الجامعه بيرن جرس الطوارئ وكل الناس بتمشي، والعالم حرفيا بتقلب راسا على عقب. الناس بتبقى مش عارفه حرفيا تعمل ايه ولا ايه اللي بيحصل اساسا. تاني يوم بتروح لويز الجامعه، بس بتكون فاضيه مفيش فيها اي حد خالص. اصل بالعالي كده مين مجنون ممكن يروح الجامعه وفي فضايين بره؟ انت قول لي بس ان الدنيا ممكن بس انها تمطر وانا مش هنزل من البيت اسبوع كده ولا حاجه. مش تقول لي فضائيين؟ بيدخل عليها المكتب واحد من الجيش الامريكي اسمه الكولونيل ويبر، بيقول لها ان هي ساعدتهم قبل كده وترجمت ليهم حاجات باللغه الفارسيه، علشان كده هي من اللي مسموح ليهم ان هم يطلعوا على معلومات سريه. وبيقول لها ان هم محتاجين مساعدتها علشان يعرفوا يتواصلوا مع الكائنات الفضائيه. بيطلع تسجيل وبيشغله بنسمع فيه البشر وهم بيحاولوا يتواصلوا مع الكائنات الفضائيه، ولكن بيرد عليهم بصوت اشبه بموجات الراديو. بيقول لها فهمت ايه او ايه ترجمت الكلام ده؟ فبتقول له ما فهمتش حاجه، وان هي لازما على الاقل تكون حاضره بنفسها علشان حتى تحاول. فقال لها بس انت ما عملتيش كده في ترجمه اللغه الفارسيه. بص يا اذكى اخواتك، ما هو اكيد يعني ما فيش كليه ألسن كائنات فضائيه. فبيسيبها وبيمشي، بس قبل ما يمشي بتقول له اسال المترجم اللي انت هتروح له بعدي عن معنى كلمه حرب باللغه السنسكريتيه، واللي هنعرف هي عملت كده ليه دلوقتي. بيجي لها تاني بالليل وبيقول لها ان معناها نزاع، فقالت له ان معناها الرغبه في المزيد من الابكار. فهي عملت كده علشان توصل له ان لو كلمه واحده بتحمل اكثر من معنى او اتفهمت غلط ممكن تودينا كلنا في 60 داهيه. فبيفهم ضروره ان هي ليه لازم ان هي تروح معاهم بنفسها، وبيقول لها تطلع تجهز الشنطه بتاعتها. بعدها بتطلع لويز معاهم الطياره، وهناك بتقابل واحد اسمه الدكتور ايان، ودوت هو المسؤول عن كل حاجه لها علاقه بالعلم والكلام ده كله، وبيكون بيقرا الكتاب اللي هي مؤلفاه واللي بادئه بان اللغه هي جوهر الحضاره، فهي اول سلاح في اي حرب. فبيعطيها النظر وبيبص لها كده بسماجه لا العلم هو جوهر الحضاره. فبتاخده على قد عقله. بيوصلوا المكان وشوف كده معاه الفريم الجامد دوت.
لو بصيت لمنظر المركبة الفضائية بتاعتنا هتلاقي ان شكلها غريب، مش زي برضو ما احنا متعودين عليها في اي فيلم او مسلسل تاني، يعني مثلا مش زي دي او دي مثلا، ودوت علشان يديك احساس ان هي فعلا من عالم تاني وتفكير تاني مختلف تماما عننا. فبقت تصميما بحس فعلا ان هي مش بعيد عننا ولا حاجة، وان احنا لو تقدمنا كمان شوية يعني مثلا ممكن بعد 1000 سنة كده ولا حاجة ان احنا ممكن نعملها. واسمع كده معايا بنفسك دينيس فيلينوف قال ايه عنها. The spaceship should be made from a matter that is not from Earth. بيروحوا بعدها للطبيب بيفحصهم وبيدوم تطعيمات احتياطيه علشان لما يطلعوا المركبه. بيروحوا بعدها الاوضه فيها مجموعه من المسؤولين من كل الدول عن التواصل مع الكائنات دي، وبنشوف واحد فيهم وهو بيقول ان الكائنات الفضائيه بيسمحوا لنا ان احنا نطلع المركبه نتواصل معاهم لمده ساعتين كل 18 ساعه، ولكن بعد ساعتين و19 ثانيه بالظبط الفضائيين بيغيروا في جاذبيه المركبه وبيطردونا منها. فبيرد عليه عالم من استراليا وبيقول له ان الهواء اساسا مش بيدور بشكل طبيعي في المركبه، يعني لو فضلنا اكتر من ساعتين اساسا هنبدا ان احنا نتخنق. فهم كده بيمشونا على ما يملوا الاوضه بالاكسجين من تاني. فقال له بس احنا نفسنا مش بنحتاج الوقت ده كله علشان نضخ اكسجين في اي اوضه. وهنا بيتدخل دكتور ايان وبيقول له ان لو الجو بتاعهم مش زي الجو بتاعنا فهم فعلا هيحتاجوا الوقت ده كله علشان يوفروا لنا الاكسجين، وفي نفس الوقت يوازنوا الضغط مع الاكسجين في كل مره يفتحوا فيها الباب. واللي تعالى معايا نروح لرحله لتانية اعدادي اديك معلومه في السريع. على كوكب الارض نسبه الاكسجين ثابته اللي هي 21%، بس كل ما بنطلع لفوق والضغط بيقل جزيئات الاكسجين بتبدا ان هي تتشتت وتبعد عن بعضها، علشان كده بيكون صعب جدا ان احنا نتنفس على قمم الجبال العاليه او لما بنطلع فوق. وديت نفس الفكره بالظبط في المركبه الفضائيه. بيروحوا علشان يلبسوا بدلات الحمايه المخصصه وبيروحوا للمركبه الفضائيه، بيفتح الباب من تحت وبيطلعوا المركبه. الاشارات بتتشوش وبنكتشف ان المركبة الفضائية عندها جاذبية خاصة بيها. فبص كده معايا هتلاقي ان الجاذبية بعد ما كانت اتجاهها عمودي على الارض بقى عمودي على جدران المركبة الفضائية نفسها. بيوصلوا بيجهزوا الادوات بتاعتهم كاميرات التسجيل وعصفور كناري. لا ما تقلقش احنا مش جايبين اكل للكائنات الفضائية ولا حاجة. في القرن ال19 عمال المناجم كان في ناس كتيرة جدا منهم بتموت بسبب تسريبات غازات سامة او نقص اكسجين. فوصلوا من هنا الفكرة، وهي ان هم يجيبوا طائر كناري ويحطوه معاهم. فبسبب ان هو صغير وبيتنفس بسرعة وحساس اكتر من البشر للغازات السامة ونقص الاكسجين، فلو حصل اي مشكله هو هيتاثر قبل البشر فهيبطل ان هو يغرد او يموت. فدوت هيكون بمثابه انذار ليهم. لو بتوع حقوق الحيوان عرفوا ينفخوه بيقفوا قدام لوح ازاز بيفصل ما بينهم وما بين الفضائيين، واللي بيكونوا على شكل اخطبوط كده او واحد واقف على ايديه. والله حاسس كده بس ما عنديش دليل. بيروحوا يحللوا كل الاصوات والترددات اللي سجلوها، لكن مش بيفهموا اي حاجه خالص. دلوقتي اعمال الشغب عماله تزيد والعالم بيدخل في حاله من الخوف والفوضى اكتر واكتر، وبدا كمان يظهر طوائف دينيه بتنادي ان كده نهايه البشريه على الابواب وخلاص كده كلنا هنموت. ميعاد دخولهم العالي الدور بيقترب، بس المره دي دكتور لويس بيجي لها فكره، واللي هو ادام اصلا كده مش عارفين نتواصل مع بعض بالصوت فليه لا ما نجربش ان احنا نتواصل مع الفضائيين بالكتابه. بيدخلوا وبتكتب على السبوره كلمه بشر وبتشاور على نفسها والناس اللي معاها، وفعلا المره دي بيحققوا تقدم والفضائي بيكتب لهم حاجه كده بشكل غريب بطريقه غريبه في الجو. فالكولونيل هنا قال لها انت فعلا ناويه تعلميهم القراءه والكتابه من الاول وان دوت هياخد وقت طويل جدا؟ فقالت له لا ده كده اسرع. فقال لها طب قولي لي اي حاجه فاهم بقى القيادات اللي انت بتعمليه دوت مفيد ولا ايه الدنيا؟ فبتقول له انه قائد سفينه بس سفينه عاديه مش فضائيه ولا حاجه، نزل على جزيره فيها ناس هو مش فاهم لغتهم، شاف كائن عجيب عمال يتنطط، سال عن اسمه قالوا له كانجارو فاطلقوا على الكائن دوت اسم كانجارو، ولكن بعدين فهموا ان ديت معناها انا مش فاهم منك حاجه. فاحنا هنا مش عاوزين اي سوء فهم يحصل ما بيننا وما بين الفضائيين. قال لها بس كده زي الفل، بس اول لما بيمشي بنعرف ان الست اللئيمه ديت لسه مألفه القصه ديت حالا بالا. يا لئيم انت لئيم. باقي الامم بدات ان هي تعمل نفس طريقه الدكتور لويس. الكولونيل بيقول لها وبيسالها انت ناويه تعلميهم ايه المره دي؟ فقالت له مجرد كلام بسيط زي اكل وشرب ومفردات بسيطه. فقال لها لا بقى وضحي لي ازاي كلام عبيط زي دوت هيفيدنا في اللي احنا عاوزينه. فبتشرح له وبتكتب له على السبوره ايه هدفكم من الارض، علامه استفهام. الاول لازم يعرفوا معنى السؤال، ثانيا يفرقوا بين الضمائر زي انا انت وكده يعني، ثالثا هل هم هيعملوا كده الغرض ولا هم بيتصرفوا بس بشكل غريزي زي الحيوانات؟ فقال لها ايوه تمام. طب اقسم بالله انت شكلك ما انت فاهم اي حاجه خالص. بيطلعوا السفينه بتكتب لويز اسمها فبيردوا عليها بنفس الاشاره اللي عملوها في كلمه بشر، فبتقلع البدله الحمايه وبتقرب جدا منهم وبتوريهم اسمها تاني، والمره دي شكلهم فهموا فعلا وبيردوا باشاره جديده. دكتور ايام بيعمل زيها بالظبط وبيكتب اسمه. المره دي الفضائيين بيعملوا اشارتين جداد، فلويز هتقول ان ديت الاسماء بتاعتهم، وطبعا لانهم لسه ما فهموش لغتهم فهيسموهم بنفسهم ابوت وكاستيلو. المره
المره دي دكتور لويس بتحس بالتعب بعد الجلسه وبيجي لها رؤيه غريبه مش فاهماها مع بنتها، واللي بتروح تفحص نفسها عند الدكتور لكنها بتكون سليمه مفيش فيها اي حاجه خالص. المره دي وهي بتفحص كتابه الفضائيين برضه بتشوف رؤيه غريبه تانية لبنتها وبتكون مش فاهمه ايه اللي هي عماله تشوفه دوت. ودلوقتي احنا هناخد نبذه عن كل اللي وصلنا له لحد دلوقتي عن الكائنات الفضائيه واللي هنسميهم هيبتوبودز، يعني اللي عندهم 7 اقدام. اجسامهم والسفينه بتاعتهم بالرغم من ان هم موجودين قدامنا دلوقتي وشايفينهم بعينينا الا ان هم مالهمش اي تاثير فيزيائي على اي حاجه حواليهم، لكنهم حرفيا مش موجودين. ثانيا وبمساعده الباكستانيين وصلنا لنمط الكتابه بتاعتهم واللي هنكتشف ان زيها زي المركبه بتاعتهم مالهاش اي ماضي خالص، اللي هو احنا ما شفناش المراكب الفضائيه وهي بتنزل على الارض، انما احنا لقيناهم هنا مره واحده، اللي هو خلاص امر واقع. وتعالى معايا نشرح ايه معنى الكلام دوت علشان الفيلم كله حرفيا هيعتمد عليه. لو انا مثلا جيت اكتب جمله فلازم الاول اعرف ايه هي مكوناتها، المسافه اللي هتاخدها كل كلمه، هبدا من اي كلمه لحد ما اوصل لاخر الجمله، واللي دي كلها حاجات فعلا انت بتعملها بس لان انت اتعودت عليها خلاص فبقيت بتعملها بشكل تلقائي. اما الهيبتوبود فبيكتب الجمله كامله كلها في لحظه واحده، مفيش ماضي لاول كلمه اتكتبت. فدلوقتي احنا هنحاول ان احنا نديهم حصيله لغويه كبيره جدا علشان نعرف ان احنا نتواصل معاهم بشكل كويس. الفوضى في العالم عماله تزيد اكتر واكتر، والعالم بينقسم لجزئين، جزء بيأيد التواصل السلمي مع الهيبتوبود وان احنا نمشيهم معاهم بشكل ودي، والنص التاني بيأيد ان احنا لازم نوريهم قوتنا الحربيه علشان يخافوا مننا وما يعملوش اي حاجه وحشه. نروح للويز اللي بتشوف رؤيه كمان غريبه مع بنتها وبنعرف منها ان زوجها سابها هي وبنتها ومشي، فلويز بتخرج بره وبتشوف السفينه، والمره دي بتشوف بنتها وهي بتولدها وبعدها بتلعب معاها لحد ما البنت بتموت والخ، فبتقول اللي بيحصل مع الإيان. وهنا بيقول لها ان احنا لما بنتعمق في لغه مختلفه فده بيأثر على تفكير دماغنا وبيخليه يفكر بشكل مختلف. يعني انا مثلا لو بتكلم الماني هيجي ايه في بالي غير وشوف كده مع المشهد دوت. بيجي لها كولونيل وبيطلب منها ان هي تترجم لهم فيديو صوروه بالقمر الصناعي لجنرال شانج، ودوت هو المسؤول عن الجيش الصيني، واللي هتفهم من التسجيل ان هم حرفيا عملوا كارثه، وهي ان هم بيتواصلوا مع الهيبتوبودز عن طريق لعبه الماهونج او الماهجونج مش عارف. فالكولونيل هيقول لها طب وعادي يعني ايه المشكله يعني؟ فتقول له نتخيل بدل ما بنتواصل عادي مع بعضنا تواصلنا بلعبه الشطرنج، فكل حركه من اي طرف مش هتمثل تواصل انما هتمثل هجوم. لو انت معاك مطرقه فكل حاجه هتكون مسمار، فالله خلاص يبقى ما عادش في وقت ولازم ان احنا نبدا نسال الفضائيين الاسئله المهمه ونعرف هم لجوا من الارض وعاوزيني منها. دلوقتي هتبدا الجلسه وهنعرف ان احنا وصلنا بشكل تقريبي لفهم لغه الفضائيين، وان احنا كمان بقينا نقدر نكتب اللي احنا عاوزينه منهم باللغه بتاعتهم. دكتور لويس بتكتب لهم ايه هدفكم من الارض واللي هيرد عليها بجمله الاجهزه بالبيانات اللي غذيناها بيها هتترجمها ليه عاوزين نقدم لكم سلاح. فالبشر هنا هيتصدموا ويحسوا بالتهديد ويفهموا كده ان الفضائيين جايين يدوا لكل دوله من ال 12 دوله سلاح يحاربوا بيه بعضهم ويقتلوا بعض لحد ما يفضل دوله واحده بس، ودوت خلي في علمك نفس اللي البشر طول عمرهم كانوا وما زالوا بيعملوه، وبالذات يعني الغرب معانا احنا كعرب. بس لويس لسه هيكون عندها شويه امل صغيرين خالص ان الفضائيين لسه لحد دلوقتي ما يعرفوش الفرق ما بين كلمه اداه وكلمه سلاح. الصين وروسيا في اخر جلساتهم مع الفضائيين عرفوا معلومات حسستهم بالتهديد فبيقطعوا اتصالاتهم مع باقي الدول، والمعلومات هي ان الصينيين ترجموا جمله للهيبتوبودز استعملوا السلاح ووصلوا لنفس الجمله للفضائيين قالوها للويز، فدوت خلاهم خايفين من الفضائيين وبيمشوا العلماء بتوعهم وبيسيبوا بس القوى الحربيه وباقي الدول بتعمل زيهم. فريق الحمايه بتاعنا اللي بيروح مع العلماء كل مره المركبه بينشق عنهم عن الجيش الامريكي كله وبينضموا للنص اللي قلت لك عليه من شويه اللي هم بينادوا ان احنا لازم نتخلص من الفضائيين، ومن نفسهم بيحطوا متفجرات في المركبه الفضائيه من غير ما اي حد يعرف، والويز وايان اللي ما يعرفوش اي حاجه بيروحوا المركبه. فضائي من الاتنين بيخبط لها على الازاز فبتفهم ان هو عاوزها ان هي تكتب لهم على الازاز بنفس الطريقه بتاعتهم، واللي فعلا وهي مش فاهمه ازاي اساسا بتقدر فعلا ان هي تعمل كده. في نفس الوقت الجيش الامريكي بيحس ان في حاجه غلط في فريق الحمايه فبيروحوا ليهم وبيبدا ما بينهم ضرب نار. نرجع للمركبه والفضائي بيكتب جمل كتيره للويز، المتفجرات بتقرب ان هي تنفجر بس الفضائيين الجدعان بيعملوا معانا الصح وبينقذوهم، واللي الفضائيين هنا بيرفعوا السفينه بتاعتهم اكتر بعيد عن الارض. دلوقتي الصين بقياده الجنرال شانج بتعلن الحرب على الكائنات الفضائيه ودول كتيره جدا بتعمل زيهم. وبنرجع تاني مع دكتور ايان بعد ما بيحلل الجمل الكتير اللي شفنا ان الفضائي سابهم في اخر جلسه، فبطريقه حساب كمبيوتريه كده ومعقده بياخد باله من تكرار الرمز اللي الفضائيين بيستعملوه علشان يقولوا كلمه الزمن، بيفهم منه ان كل مركبه من ال 12 معاهم جزء من رساله. فلويز هنا هتقول لهم ان احنا لازم نتواصل مع باقي الدول ونساعد بعض، فهيقولوا لها ان كل الدول اساسا وقفت التواصل، وبيسمعها تسجيل لاحد علماء الروس وهو بيسرب جمله فهموها
مجموعة من الفضائيين وهي الكل يصبح واحد أمة واحدة، والحكومة بعدها بتقتله. فده بيأيد نظرية فعلا ان الفضائيين جايين هنا علشان يدونا سلاح نخلص بيه على بعض ونقتل بعض، فالخوف والقلق بيزيد اكتر واكتر. ولكن لويزا هتقول له ما يمكن هم عاوزيننا نكون كلنا أمة واحدة ونتعاون مع بعض، علشان كده قسموا الرسالة ل 12 جزء علشان نتعاون. وهنا بنشوف حاجة غريبة بتحصل للويز، بيجي لها رؤية وبنتها بتسألها ايه الكلمة اللي معناها كل طرف بيطلع كسبان، بس بيكون مصطلح علمي، فهتقول لها ما اعرفش اسألي ابوكي. ولكن وهي مع القيادات دلوقتي حد بيقول المصطلح دوت، فبنشوف تكملة للرؤية بشكل غريب بعد ما افتكرت وهي بتقول لها معناها، واللي هنفهم كل حاجة دلوقتي، بس اصبر كده معاه شوية. الخير جاي. في وسط ما هما بيفكروا في طريقه يطلعوا بيها السفينه من تاني، دكتور لويس بتخرج وبتنزل من المركبه الكبيره مركبه تانية صغيره بتركب فيها وبتطلع السفينه. وهنا بنعرف الصدمه ان واحد من الفضائيين الاتنين بيموت بسبب الانفجار اللي حصل من شويه. هتقول للفضائي انا عاوزاك تبعت رساله لباقي السفن ال12، فهيقول لها لويس مع السلاح استعملي السلاح. يعني اعمل ايه؟ وهي مش فاهمه اي حاجه، فيقول لها ان احنا هنا علشان نساعد البشريه، علشان بعد 3000 سنه احنا اللي هنحتاج مساعدتكم. فهتقول له انت ازاي عرفت ان ده كله هيحصل، وازاي انت بتعرف المستقبل اساسا؟ وفي نفس الوقت هتشوف نفس الرؤيه اللي عماله تشوفها. والغريب هنا بقى ان هي هتساله مين الطفله اللي انا عماله اشوفها دي. وهنا خليني اوصلك ده اذا ما كنتش وصلت لوحدك اساسا، ان الرؤيه ديت مش حاجه في الماضي ولا حاجه، انما حاجه هتحصل في المستقبل لسه هتحصل. والفضائي هيقول لها انت بقيتي بتشوف المستقبل زينا يا لويز بسبب ان انت فهمت اللغه بتاعتنا. فزي ما قلنا ان الفيلم هنا معتمد اعتماد كلي على فكره ان فهم لغه اجنبيه بيغير طريقه تفكير دماغنا تماما. فبدل ما كانت بتشوف الزمن مثلا بيتحرك من النقطه الف للنقطه ب في زمن معين من الماضي للمستقبل، بقت بتشوف الزمن زيهم بالظبط كنقطه، الماضي الحاضر المستقبل كله بيحصل في وقت واحد. فلغتهم فايدتها ان هي بتفتح الوقت على بعضه، وديت هي الاداه اللي جاي ندوها للبشر. تخرج لويز وبنلاقي ان الحكومه الصينيه بتستعد ان هي تهاجم الفضائيين ووراهم الروس. وتعالى نشوف مع لويز رؤيه مفصله شويه، وبنتها بتقول لها ان بابا ما عادش بيبص لي بنفس الطريقه وبقى بيبص لي بطريقه مختلفه. فامها هتقول لها انا اسفه يا بنتي والله الذنب ذنبي، وان هي عرفته ان هي بتعرف اللي هيحصل في المستقبل. فلما قالت له كده رد عليها وقال لها انت خدت القرار الخاطئ، وسابهم ومشي. فده معناه ان هي قالت له انها برغم من انها عارفه اللي هيحصل في المستقبل، وعارفه ان هم لو اتجوزوا وخلفوا فبنتهم اللي هيخلفوها وهيحبوها جدا جدا هيجي لها في الاخر سرطان وتموت، وبرضه مشيت في نفس الطريق. فالمفروض ان هي كانت تنهي العلاقه من الاول. فخلينا هنا نقف ونفكر شويه في المعضله الاخلاقيه دي، وارجع تاني واسالك هل لو شفت حياتك من البدايه للنهايه وشفت ان اكبر لحظات سعادتك وفرحك في الحياه كلها هتتحول لسبب حزنك وتعاستك، هل هتغير اي حاجه وحشه ومؤلمه وتتجنبها من الاول خالص، ولا هتعمل زي البطله بتاعتنا اللي شفنا ان هي شالت ايدها من على الدركسيون وتقبلت حياتها زي ما هي بحلوها ومرها؟ انا نفسي اول مره شفت فيها الفيلم وقفت في صف الاب، وانها فعلا يعني غلطانه، قلت الغى بقى دوت، يعني اكيد هتجنب اي حاجه وحشه ممكن تحصل. واللي اكيد برضه حد هيكتب لي كده في الكومنتات وبرضه ما اقدرش الومه. بس هنا السؤال اللي بيتسال من مئات السنين، هل قيمه الحياه بتكمن في النتيجه ولا في الرحله نفسها؟ فزي ما هتشيل الوحش اعرف برضه ان انت هتشيل الحلو واللي انت بنفسك اخترته بايدك. فالحمد لله فعلا حاجه زي كده مش موجوده، لان الفكره الارعب هنا ان انت هتعيش الفرح وانت عارف ان هو مؤقت وهيزول، وهتعيش الالم مرتين، مره وانت مستنيه ومره وانت بتعيشه. فاكتب لي وجهة نظرك في الكومنتس وعرفني ايه رايك في الكلام دوت وانت واقف معايا صف. بنشوفها وهي بتقول لإيان انا دلوقتي بس عرفت والد جوزي سابني ومشي. الا شت انت متجوزه؟ بعدها بنشوف ان الدول بدأت ان هي تستعد علشان يبدأوا شن الحرب على الكائنات الفضائية. واللي بعدها بنشوف رؤية كمان وبنتها بتقول لها انا ليه اسمي هانا وليه سميتوني بالاسم ده؟ فامها قالت لها علشان ده اسم مميز، علشان بيتقري من اليمين زي الشمال، سماها بقى بحثا. دلوقتي هتروح تبص على الكمبيوتر واللي عليه كتابة للفضائيين، واللي من غير اجهزة الترجمة ولا اي حاجة خالص، انما بقدرة ايرين ييجر بتقدر ان هي تشوف ذكرياتها في المستقبل بعد ما خلاص فهمنا اللغة بتاعتهم، وكمان الفت كتاب بتشرحها فيها، وعم السلام ما بيننا وما بينهم، والكوكب توحد والدنيا بقت زي الفل. فبتروح لويبر وبتحاول انها تقنعه ان الفضائيين مش جايين يعملوا حاجه وحشه، انما هم جايين علشان يدونا هديه وهي اللغه بتاعتهم واللي بتقدر ان هي تفتح الوقت، وان قرار الحرب عليهم قرار غلط. بس هيقولها خلاص ما عادش في ايدي اي حاجه اقدر اعملها، وان المجنون شانج دوت خلاص يعني ناوي يطربقها على دماغ الكل. بس هتشوف ذكرى تانية في المستقبل ورؤساء الدول في حفله بمناسبه اتحادهم سوا، وشانج نفسه بيجي للويز وبيقول لها انا جاي مخصوص علشان اشوفك، علشان انت عملت حاجه حتى رئيس الصين نفسه ما قدرش ان هو يعملها، وهي انك غيرت رايي وخلتني ارجع عن قرار الحرب، ودوت كان افضل قرار، وده علشان انت اتصلت على نمرتي الشخصيه اللي ما حدش خالص يعرفها. قالت له اذا كان انا نفسي ما اعرفهاش، اما طلع لها النمره وقال لها كده انت عارفاها. فهنرجع للحاضر وهنلاقي ان هي بتجري بسرعه وبتسرق تليفون المسؤول الامريكي وبتتصل على النمره، لكن في
القاعده هياخدوا بالهم ان في حد من هنا بيتصل بنمره في الصين. هيشوفوا مين، هيلاقوا انها لويز نفسها، فيحسبوا انها جاسوسه او ان هي خانتهم، فيحاولوا ان هم يوقفوها او يخلصوا عليها. لكن ام بيوصل وهو مستغرب ومش فاهم ايه اللي بيحصل اساسا، بيلاقي انها بتطلب منه ان هو يوفر لها شويه وقت. فدلوقتي هي ماسكه التليفون وهي مش عارفه المفروض هتقول له ايه علشان تقنعه ان هو يوقف قرار الحرب. ونكمل تاني في الذكرى بتاعه المستقبل وهو بيقول لها انت اقنعتيني لما قلت لي الجمله اللي مراتي قالتها لي قبل ما تموت، وهي استعمل حكمتك وشجاعتك، الحرب لا تجعل منك بطل، بتترك فقط ارامل ويتامى. فبتقول له كده فعلا وبيوقف الحرب. فهي غششت نفسها من المستقبل ايه اللي هي المفروض تعمله في الحاضر. فايه الشيتنج كود دوت، يعني تخيل تعرف تعمل كده في الامتحانات، يعني بعد ما الصين رجعت عن قرار الحرب كل الدول بتعمل كده وبيتحدوا وبيشاركوا اجزاء الرساله والمعلومات اللي عندهم. واخيرا الصين بتعمل حاجه صح، يعني دايما بحسهم كده بيتلككوا علشان يخلصوا على الكوكب. يعني هنا حرب مع الفضائيين ومن 7 سنين بالونا بالكورونا. لو يا جدعان انتوا ما بتعرفوش تقعدوا ساكتين خالص. والمشكله ان الامريكان الفيلم مطلعهم غلبانين ومسالمين خالص ومغلوبين على امرهم من الصين الشرير، واللي هو ده الصراحه الحال في كل الافلام، يعني مش مقتصر على هنا بس. المركب بتمشي وشوف زي ما قلت لك هي اختفت، ما طلعتش لفوق ومشت ولا اي حاجه من الكلام دوت. وبنشوف لويز وهي بتقول الايان انت لو عارف مصيرك هل هتغير في حاجه؟ قال لها الصراحه مش عارف، بس هعبر عن اللي حاسه اكتر. وبيعترف لها بحبه. وبنعرف هنا ان الاب هو ايان نفسه. وبيخلص الفيلم وهي بتقول برغم اني عارفه مصيري الا اني متقبله بصدر رحب وهحاول استمتع بكل لحظه فيه. وبيخلص الفيلم. تعال بقول لك تفصيله صغيره كده وحلوه انت ممكن تكون ما خدتش بالك منها. بعد لما البنت بتموت قلت لك ان احنا بنشوف لويز وهي ماشيه في المستشفى في ممر دائري كده وغريب، وديت رمزيه علشان تبين لك انها تمشي في حياتها في حلقه مفرغه من الحب والالم والخساره. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. فلو عجبك بقى ما تنساش الشير لايك وسبسكرايب، تشاركني برايك في الكومنتس وتقول لي عاوزني نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. والى اللقاء.